السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين قناتي ومنورين اليوتيوب كله. فيديو النهاردة عن تخزين ورق العنب بطريقتين، طريقة في الفريزر وطريقة في التلاجة من تحت، والاتنين ان شاء الله اسهل من بعض. تابعوني. ده ورق العنب بتاعي بعد ما طلعته من الشنطة بتاعته. هبتدي اشيل اسمه ايه العود بتاعه او ده منه، وهرجع لكم تاني. اول طريقه معانا لتفريز ورق العنب اللي هتبقى في الفريزر، هنفرزها في الازايز الميه المعدنيه او ازايز الكولا او ازايز الحاجات دي. طبعا باستخدام كويس الازايز دي. اول حاجه لازم يكون ورق العنب اخضر وما تبلش ميه ولا وصل له ميه ولا حتى يتحط في ميه سخنه، بالكتير قوي يتمسح بمنديل كده عشان لو عليه تراب ولا حاجه. وبنشيل منه العود بتاعه وبنحطه كده كله على نفس الجهه، كله على نفس الوش اللي بيلمع بتاعه. يعني بصوا الخشن تحت واللي بيلمع فوق عادي، دي مش مشكله قوي، بس عشان نبقى منظمين الورق. وبنلف الورق رول كده، رول مثلا ممكن تحطي 5 ورقات 10 ورقات على حسب كبر الورق. وبعد كده نفتح الازازه ونحط ورق العنب كده. خلي عدد الورقات مناسب ان هو يخش من الزجاجه، تمام. وتفضلي حاطه الورق، تفضلي لحد ما تمليها على الاخر خالص. اهم حاجه ورق اخضر ما وصلوش ميه، ما اتغلاش. وبنحطها كده، وبعد ما بنخلص خالص، انا بصراحه مش هعمل الطريقه دي لان ما عنديش مكان ليها للفريزر. هي حلوه جدا اللي عنده ديب فريزر. تفضلي تحطي الورق بنفس الطريقه دي لحد ما تمليه خالص، وتقومي قافلاها وحطها في التلاجة، في الفريزر سوري، في الفريزر. اما تيجي تستخدميها بتطلعيه ازاي؟ بتقومي جايبه القطر او السكينه وتقومي قاطعه الزجاجه، وتقومي مطلعه ورق العنب عادي جدا وسايباه يفك جنبك، او تكوني سايباه يفك في الازاز. لكن انا الصراحه مش هستخدم الطريقه دي، انا هستخدم الطريقه تانية اللي هي في الفريزر، سوري في التلاجة، سوري معلش. دي بقى اللي انا هستخدمها، عشان انا زي ما قلت لكم الفريزر عندي صغير. بعمل ايه؟ بجيب الورق زي ما انتم شايفينه كده، شلت منه العناقيد بتاعته، وهبتدي دلوقتي اسقطه في ميه سخنه. ميه سخنه بشويه ملح بس، مش هسيبها على النار. يعني انا يا دوبك اسقطه بس لونه يتغير بس. زي ما انتم شايفين دلوقتي ميه سخنه على النار اهي، فيها شويه ملح، بس انا طفيت النار بتاعتها طبعا. هحط فيها ورق العنب واسقطه واشيله على طول، ما يقعدش دقيقه كده. ودلوقتي بعد ما طلعت ورق العنب من الميه السخنه، حطاه في مصفى دلوقتي بس يتصفى عشان هو سخن خالص. يتصفى ويبرد، وبعد كده نرجع نحفظه مع بعض. ودلوقتي بعد ما ورق العنب برد وبقى كويس اقدر استخدمه، يعني هنيجي بقى لطريقه حفظه اللي هي في التلاجة من تحت. انا هحفظه في برطمانات ازاز، اللي هو بنظام التخليل او التمليح. يعني الطريقه دي حلوه جدا. انا دلوقتي بقى البرطمان ده لازم يكون مغسول ونضيف وزي الفل طبعا، ومتعقم. جبت ورق العنب وفردته كده كله مثلا على الظهر. هي الفكره ان بس تبقي منظمه فيه، يعني تعرفي لما تيجي تطلعيه تعرفي تاخدي منه وتستخدميه على طول. فبننظم، فمثلا عامله كله الورقه الخشنه تحت والناعمه فوق، واقوم لفه كده. حطيت مثلا زي 5 ورقات 10 ورقات على حسب الحجم اللي انت جايباه، ونقوم لافينه كده رول. وانا قفلت البرطمان، ونقوم حاطينه كده لحد ما نملى البرطمان. انا بعمله رول. انت ممكن تعمليه لو ورقك صغير او برطمانك كبير، او العلبه اللي هتعيني، او البرطمان اللي ممكن تكون مثلا هتعيني في برطمان اكبر شويه، ممكن تحطيه ورقات تحت كده زي اللي بنشوفه اللي في السوبر ماركت وكده. بس انا عشان انا البرطمان بتاعي صغير، يا دوبك ده كان بتاع كيلو سمنه، والورق العنب فيه كبير، فهعمله رول كده واخلص. وبعد كده هقول لكم هحط عليه الميه بتاعته ورجعنا تاني بعد ما خلصت خلاص البرطمان مليته. ده برطمان كيلو، كان بتاع كيلو سمنه. اخد حوالي بالظبط كده نص كيلو ورق عنب. حتى بعد ما اتملى قعدت كده جبته على جنب، قعدت اجيبه على جنب كده واملى. اخد نص كيلو ورق عنب. دلوقتي بقى هحفظه، او السائل اللي هحفظه فيه. انتي كمان لو عندك ورق عنب كمان امليه ميه، بس تكون ميه مغليه وتسيبيها تبرد. ده كده حوالي 400 مللي. هنشوف اذا كان هيقضي ولا لا، وممكن يفيد كمان منه. ضرب ميه مغليه وبردتها. اوعي تستخدمي الميه اللي سلقنا فيها ورق العنب، او اللي عملنا فيها ورق العنب خليناه يعني يغير لون، لان ممكن اكيد بيبقى فيها تراب طبعا. وانا كمان ما غسلتش ورق العنب، كنت شاطفاه في الميه دي، فطبعا ما تستخدميهاش خالص. فدلوقتي انا معايا اهو زي 400 مللي، او زي كوبايه ميه مثلا كبيره او حاجه. وهحط فيها معلقتين صغيرين ملح طعام عادي. وهحط فيها معلقتين
معلقتين خل، او ممكن 3 لان دي معلقه صغيره، 3 معالق خل. تمام. والحاجه الثالثه ليمون، المفروض يبقى مثلا معلقه كبيره ليمون، بس انا للاسف ما عنديش ليمون النهارده، فانا ايه هعمله بملح ليمون للاسف، يعني ما بحبوش بس هستخدمه غصب عني. ملح ليمون، بس انا حاطه يعني عارفين دي معلقه صغيره خالص اللي هي معلقه التوابل الصغيره، حاطه فيها زي نصها كده، يعني زي مثلا ايه رشه ملح، او اقل من ربع معلقه المعلقه اللي هي بتاع الصغيره اللي احنا بناكل بيها الاكل بيها اللي هي الزبادي. يعني دي رشه ملح ليمون كده، واقلبهم كويس، واقلبهم كويس كده. تمام. واصب كده في ورق عنب، واهم حاجه يكون الميه دي بردت تماما، عشان لو الميه سخنه لسه سخنه هتخلي ورق العنب يتسرق اكتر فيتهري مني اكتر، انا مش عايزه كده، انا عايزه احفظه بس. اشوف كده تقريبا هو هيبقى محتاج اقل من كده، يعني مثلا عايز 200 مللي 300 مللي ميه، واغطيه خالص. لا شكله هياخدهم ولا ايه؟ لا اخد الميه كلها، سبحان الله. اخد الميه كلها، اخد اللي هو 400 مللي، 400 مللي ميه، زي كوبايه كبيره اللي هي بتاعت اللي هي زي دي اللي هي بتاعت عصير القصب وكده، او كوبايه الشاي، ممكن كوبايتين منها اللي هي كوبايه الشاي العاديه. خلاص. وبعد كده هقوم حاطه على الوش حبه زيت، بس يا ريت يكون زيت نضيف، يعني انا حاطه هنا حبه زيت كده صغيرين، بس حاطه سلايد تمام. واقوم حاطه الغطا عليه كده، وكده ورق العنب بتاعي جاهز. ده انا هحطه في التلاجة من تحت، مش هحطه في الفريزر ولا هحطه بره. في ناس بتحطه بره، بس انا بصراحه ما جربتش ولا مره احطه بره، انا هحطه في التلاجة. ودول طريقتين ورق العنب بتوعي في الحفظ. دي الطريقه بتاعت في التلاجة من تحت، الطريقه في الفريزر، بس انا بصراحه مش هستخدمها، انا ما عملتهاش على الاخر اهو. ده دول حطيت رول بس، هستخدمه في مره ثانيه ان شاء الله، عشان انا ما عنديش مكان، فانا بستخدم دي وبحب دي اكتر الصراحه. فدول طريقتين، دي في الفريزر ودي في التلاجة. دي في الفريزر مش مغسول وما وصلوش ميه ولا اتغير لونه، يدوق مسحته بالمنديل وبحله في رول وبحطه في التلاجة. ودي بحطه في ميه سخنه بس يا دوبك يغير لون بس كده، واحط عليه المحلول الملح بتاعنا اللي احنا حطيناه مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.